اهلا. اسمك بالخير؟ نادية يونان. شلونكي؟ على الله، عايشين على يسوع المسيح. احكي لنا ايش عندكي، يعني شلون طلعتي من الموصل؟ امتى طلعتي؟ ليش طلعتي؟ إيه، طلعنا من كثر ما كنا فرحانين، طلعنا سياحة. طلعنا الساعة 7 الصبح وغادوا يحجزونا بطريق الشلالات. حجزونا شايلين المتبقي من فلوسنا، المتبقي 2,000,000. قعدنا بالبيت شهرين نحن ناكل بيها، البنوك مقفولة ورواتب ما يعطون للمسيحيين. قعدنا نقند بيها، تالي ما تالي صارت من نصيبهم. شديناها أنا وأختي. أخوي مريض 1000 مرض بينه، وأكل من عسكرية إيران معوق. إيه. قال لي إذا ما تشلحي معقولي ما شايلي فلوس. حط ايده بجيب اخوي اخذ الفلوس. قال لي تعالي انزلي انت واختك. ايه ارجع. قال لي ويني الفلوس؟ قلت له ابوي كم دينار بناكل ونشرب بيها، صدقة عمرك انت اهلك تقبلها. قال لي روحي على قسانك وعلى جماعتك المسيحيين، هم يطعموك ويشربوك يدافعون عنك. قال لي احترمناكم بالبداية، ما تستحقون الاحترام. قلت له أشع منا لكم، من جيتم احترمناكم مثل ما احترموكم المسلمين مالتكم. احترمناكم وفرحنا وقفنا لكم على الكنائس. قلت لهم تشكرون، لكن بعد هالعمل اللي عملتمها بينا. قلت له ايش اطيق اقل لك؟ هاي ما اعرف بيها، ما قلتوها لان ما عرفتوا بحرق الكنائس. زين بس تسمحي لي، انت من الموصل. من الموصل. اكيد انتم اهل الموصل الاصليين. صحيح؟ عن جد. صحيح. ابا عن جد. يعني بالحاله هاي يعني طردوكم من ارضكم الحقيقيه. طردونا من ارضنا الحقيقيه، طردونا. قالوا روحوا هاي ما ارضكم، روحوا عند اهلكم المسيحيين وعند قسانكم، هي مخلي يطعموكم ويشربوكم ويعيشوكم ويعطوكم بيوت. قال لي ايش؟ قال لي تجيبي فلوسكي انت واختك شلحوها، والا كل وحده منكم طلقه براسكم، وقبل ما طلقه براسكم طلقه براس اخوكم. ايه طلقه براسكم ومتكم على التراب. إيه اشلحوها. بعدين والدتي مقعده، والدتي شبعانه امراض، نحن كنا انتهد ندفنها بشيخ مكي. قال لي ماكو تحت شيء، ماكو ذهب، ما ذهب. قلت له فتش. قلت له شيء اللي عندنا اخذتمه، تقبل تشلحنا بالشارع؟ قلت له تقبل على امك واختك تنزعهم حواسم وانت تدعي نفسك مسلم؟ انت ما قلت هسه نحن مسلمين ما نتعدى على النساء؟ قلت له هسه انت عتتعدى علينا، ما انت تقول انا ما اتعدى. اشغال. لا العفو. انت اخوها حضرتك؟ نعم. اسمك بالخير؟ فارس يونان. فارس يونان؟ نعم. يعني معاناتكم بالتفصيل ايش كانت يعني معاناتكم؟ هسه اختك شرحت. إيه؟ وهي اهل يعني من الموصل الاصيله، وانت اصل الموصل. إيه نعم. زين شنو المعاناه وليش تشعرون انه هم غادي يطلعوكم؟ السبب يعني؟ هم عطونا مهله، عطوا مهله مجرد بضع ساعات. اكو انسان ينطي مهله 10 ساعات، باقي ال10 ساعات ايش نقدر نسوي؟ بس هم يقولون بالانترنت وبالمواقع يقولون على اساس نعطوكم 3 ايام. لا مستحيل. ظهر الجمعه ذاع بالجوامع، بدت المهله ظهر الجمعه 12 الظهر السبت اي مسيحي يظل يعدم. أستاذي نحن ما سمعناها ظهر الجمعة، أنا ما سمعتوها بالإذاعة، ما سمعتوها، جانا تليفون العصر من جماعة مسيحيين قوموا اطلعوا أنتم تعبدون البيت أهم منكم. قامت أختي قالت لهم أختي هاي أخاف إشاعة لأن الناس ما عملوا لنا شيء. قالت لا أوكي أنتم أحرار. علق التلفزيون شفنا الهجوم على المسيحيين كاسح. قمنا يوم السبت الصبح، قال جماعته سأل أصدقائه هم أسلام من المنطقة، قالوا له لا تشيل شيء لأن المويعين والمواد الغذائية والملابس ذبوها بالطريق، ذبوها كلها يرموها بالطريق. نعم. رموها بالطريق. نعم. قمنا شلنا شلنا الضروريات. تسمح لي؟ نعم. شلنا الضروريات. مبلغ بالجيب سلبوه، انتهى، انسرق. سرقوا الموبايلات،
سرقوا جهاز الضغط اللي يعني هو مادة طبية، سرقوا جهاز فحص السكر. زين ما خلونا أي شيء. أستاذي الكريم، خلي خلف بالسيارة شكو، قلت له فتش، اكو علاقة بيا خبز، والخبز كان قطن من الحر، وبيا طماطة وبيا معلبتين لحم، بلكي ما نطيق نلقي أحد يساعدنا نطعم المريضة المقعدة لأن تقع. إيه قلت له علاقة بيا أدويته وأدوية أخوي، وهسه نص الأدوية هي بالبيت. قال ها بيتكم اللي صار ملك الدولة الإسلامية؟ قام أنا ما جاوبته أستاذي. أخوي قال له مبروك عليكم البيت بما فيه. قال له مبروك. ومن أخذ المفاتيح وسجل عنوان البيت وقال أصبح ملك الدولة الإسلامية. ويعني نحن قلت له تتهنى به. قال له مبروك عليكم. قال هاي بعد شنو هالمفاتيح البقية بجيبكم؟ قلت له مفاتيح هاي مال كنتور وما كنتور. قال يعني هاي أخذتمها تعصى علينا؟ قال نحن أبوابكم أنتم معصيتم علينا، تعصى علينا خشب بدنا نفتحها. قلت له أنت حر. قلت له حتى تشعل البيت تحرقه. قلت له أبينه أكل وشرب وبينه تموين يساعد عشيرة تموين. قالوا لنا لا تجيبونه كو يذبونه منكم. قلت له إيه ما هو اللي ياخذوا من العالم حتى لو مسلمين فاتوا على البيت ياخذونه، خلي ياخذونه. قلت له خذونه بالعافية. قال نحن ما بقيتكم. قلت له لا أنتم ما بقيدنا، بس أكو تموين وأكو براميل شكر ورز ودهن. إيه قلت له البيت ما يسوى علينا، البيت كله مكسر ما يسوى علينا ومشتمل، بس ألف مبروك عليكم، ونحن وين ما نروح. زين انتم اليوم معززين مكرمين ان شاء الله بشيخ متي، وان شاء الله بالمستقبل معززين مكرمين. زين علما تريدون تناشدون او تحكون مع من؟ علما اناشد، انا ما اناشد كل حد، اناشد الرب. انا ما اناشد بشر، اناشد ربي، اناشد اللي خلقني ربي يسوع، اللي خلقني هو يعرف شغله. واناشد امه العظيمة المعظمة اللي ساعدتنا، أمه وربي. أنا ما أناشد عبد، وأناشد كنيستي تعيشني، كنيستي تطعمني، كنيستي تدفني إذا رحتوا وتدفن أهلي. ما بالبيحة على وشك الموت كانت، يقول لي اتزوع يقول لي اشغل تحته. قلت له انك تقبلها هكذا؟ ما انتم تدعون تعرفون الله، انتم مسلمين ونحن الكفره. قلت له ما نحن كفره تسمونا كفره. قال لي قام واحد منهم شويه اخلاقه احسن، هاي قدام الرب احكيها، يعطيني اشاره، يظل يعطيني اشاره ادخلي السياره. قال يقتلكي بعدين. قام اخوي دفعني قال لي هم ننقتل كلتنا نموت هون على التراب. واكو جماعه مسيحيين هم كانت تصيح وتتقاتل، تقول له امي مشلولي. قام من كثر قال له لا تخليني اعصب. قام فوته على الكرفان، ما نعرف منك ببطن الكرفان. قام اخوي قال لا يفوتوكم ياخذوكم انت واختك على الكرفان. قال بعدين خلي يقتلونا سوا احسن ما ياخذوكم جوا. هاي حياتنا اللي عشناها. كل كم سنة المسيحيين بالعراق ما مرتاحين، كل كم سنة ظلم علينا، كل كم سنة يظلمون بينا ونقول يلا عبرت. كل كم سنة خدم 10 سنين حرب إيران وتعوق بحرب إيران، وحيد أب ميت هاي 30 سنة. أختي تشتغل، أنا طلعت من شغلي على مود والدتي مقعدة. ليش هالظلم؟ ايش عملنا لكم؟ كل هالمسيحيين ايش عملوا؟ ليش اذوكم المسيحيين؟ يعني مثل ما قال الرب يسوع وضعتكم خراف في افواه الذئاب. وضعتكم خراف في افواه الذئاب. ايش عمل؟ ايش الجريمه اللي ارتكبناها؟ اسمك بالخير؟ سنان موفق. سنان، امتى طلعت من الموصل؟ شلون طلعت؟ سولف لنا. والله طلعنا قبل يومين، طبعا طلعنا الصبح تقريبا بالساعة 8:30. طلعنا وصلنا مفرق الشلالات،
وقفت علينا يعني جماعات مسلحه، جماعه داعش، جيبوا اغراضكم، جيبوا الموبايلات، جيبوا اللابتوبات، ايش عندكم اغراض؟ يعني بحيث حلقه مالتي، الصليب، ذهب، كان عندي بالسياره فلوس تقريبا 1.5 مليون راحت. يعني سلبونا كل شيء. بالاخير بدنا نطلع، قال السياره مخليها، انتم ارهابيه، انتم يعني هذا مو يعني مرتدين، انتم ضد الاسلام، انتم نحن نريد منكم جزيه. شلون القسام مالتكم ما جو، يعني ما تفاوضوا ويانا وماشي. يعني هاي المشكله. يعني قسامكم قالوا لكم انطيناهم موعد وما جو، فنحن على يعني ثار هذا بيناتنا لازم نسويه يعني زين من خلال حديثك معاهم افتهمت انه هذول منين؟ لغتهم مصلاوي؟ لا نصهم افغان، نصهم افغان، نصهم يعني اقليات، يعني من جميع الدول، يعني ما بهم عربي، هالشي وياي مو عربي، يعني منهم لبنان، منهم من افغانستان. يعني شوف بس لحايا يعني كله بتهديد السلاح فوق راسي، تشلح راسك، اخذ مني الهويه، اخذ الزواج، اخذ مني مستمسكات، مثل ما قلت لك ذهب فلوس تقريبا 2.5 مليون راحت. سيارتي بعد ما صار لي 6 اشهر من اشتريتها، سياره جديده بعد حقها تقريبا $2000 راحت مني. يعني من يعوضني انا؟ شلون راح تصير؟ ما عاد يعرف. لا اكو منظمات تقف ويانا، لا اكو شيء تقف ويانا. يعني احنا من شنو ذنبنا؟ نحن شنو ذنبنا يعني؟ نحن هم يعني خدمنا الموصل وضحينا بدمائنا، ضحينا بعوائلنا، بس ما اعرف بالاخير صارت هالشيء الاوضاع يعني. زين انتم من اي منطقه وين نزحتوا مباشره؟ منطقة حي السكر، نزحنا إلى دير مرمتي، كان قبل طلعنا على دير هنا. الدير ما شاء الله احتضننا الدير وماكو يعني موفرين لنا كافة الاحتياجات، بس الواحد يعني يحن البيت، تعرف بيت، ويعني سنين صار واحد من عمره ما بسهولة يجي جماعة مسلحة إرهابية يجون دخلوا بالبيت وكسروا وكتبوا لافتات يعني املاك الدولة الإسلامية وما اعرف شنو، تهديد يعني. زين اخي انت تتحدث عن معاناتك وهي معاناة كثيرين، زي معاناة عائلتك، اهلك، انت وظيفتك. وظيفتي كلها راحت، لا اكو رواتب، لا اكو بعد شيء يعني. اهلي خطيه كلهم بعد قاعدين هنا، مصيرنا مجهول ما نعرف يعني. لا اكو منظمات تحتوينا، لا اكو يعني مصير مجهول ما نعرف ايش راح يصير باكر، لا محافظ لا شيء ابد، كل شيء ماكو، لا اي مساعدات ما وصلتنا يعني. زين انت بنظرك يعني المن تحمل مسؤولية يعني؟ والله نحمل مسؤوليه الحكومه، غير يعني هي كلها وراءها. شلون دخلوا الجماعات يعني؟ جماعات بتنظيم يعني بكل منطقه، شوفهم واقفين يعني متمركزين. شلون دخلوا هذا؟ شلون بيكابات ويعني متمكنين، امكانيه الدوله وراهم يعني، دول تدعمهم يعني، مو هالشكل يعني. مهزله والله. هاي الحياه اللي نعيش بها هسه حياه مهزله حقيقيه للمسيحيين خصوصا يعني. زين صوتك اليوم اللي من تحب توصل له صوتك؟ نوصل صوتنا للخارج يعني الدول خلي شويه يعني تحس بينا، تحس بمعاناتنا نحن المسيحيين يعني. عانينا كثير بالعراق يعني، تهجرنا. هاي مو اول تهجيره بالمناسبه يعني، كثير تهجيرات صارت قبل وهم يعني واحد امكانيه ما عنده وين نروح، هم نرجع يعني. وهم ونقول ما نريد نقعد في المدينه، هم يعني نحن اولاد المدينه اولاد الموصل. يعني شو نسوي يعني؟ هاي الظروف صارت هيش علينا غصبا عننا يعني. زين برأيك الشخصي ما اكو بالعراق شخصيات سياسية او دينية راح تطالب بحقك او تضمن لك بعض الحقوق ولو؟ والله ما نعرف لحد الان، ما شفنا شيء يعني. السكوت من الكل، لا محافظ طلع حكى شيء، لا شيء، بس كلام على ورق. نحن ما نريد شيء ملموس يعني. ناس ثاني من الناس ما صار لي فتره من الزواج، من يعوضني يعني؟ راحت مني سيارتي وفلوسي والذهب لا ظل لي مكان يأويني، لا وين اروح هسه؟ يلا تعال كن انت مكاني، قل لي وين اروح. لا رواتب انقطعت، حجبوها عن الرواتب. كل شيء بطاقه تموينيه الشات على المسيحيين عندكم علم بها هاي. لا بطاقه تموينيه لا شيء يعني. حياه مهزله حقيقيه هاي يعني. نحن يعني نطالب المسؤولين اللي عندهم قطره حنيه علينا يعني، انه ينظرونا بعين الاعتبار، من كان رؤساء دين، من اي منظمه يعني. نشوف حالنا يعني، تكون لازم يكون عندنا قطره رحمه علينا. نشوف نحن يعني عوائل شباب، كلهم شباب قاعدين يعني بلا شغل بلا عمل، ولا متى يعني شهر شهرين ثلاثه اذا ما لقونا حل فد مكان فد شيء يعني. صعبه كلش يعني. عندك شيء تحب تضيفه او توصله لأحد معلومة شيء؟ والله ناشد المسؤولين، ناشد الكل من عنده غيره علينا نحن المسيحيين يعني، كان بالخارج بكندا باستراليا باي مكان يعني يكون عندهم ذره غيره علينا نحن كوننا اقليات يعني الدوله